بسم الله الرحمن الرحيم، وانا جبت لكم شرح طريقه تمديد النسخ بطريقه سهله جدا. ركز معايا في الاخر عشان تعرف ازاي تمدد النسخه. تمام، زي ما انت شايف دخلت على النسخه واكتب اي رقم بشكل عشوائي، وبعد كده اخد الرقم ده كوبي عشان يبان قدامك ان بعد التمديد ان الرقم هو نفس اجابته. تمام، بعد كده اخش اسجل بيه وادوس على كلمه اوك. تمام، بعد كده ادوس على كلمه ارسال كود. تمام، زي ما انت شايف قدامك اهو، وهيطلب مني ان النسخه طالبه تحديث. زي ما انت شايف كده النسخه طالبه تحديث. تمام، طيب بعد كده اخرج بقى من النسخه واخش على برنامج ام تي مانجر عشان ابدا اشتغل في التمديد. ركز معايا للاخر ان في حاجات صغيره جدا ممكن تسقط منك، التمديد كله يضيع منك. تمام، طيب بعد كده نخش على ام تي 2 اللي احنا نجيب من النسخه. تمام، زي ما انت شايف النسخه اصدارها 76، النسخه اللي انا شغال عليها 76. لو انت اشتغلت على اصدار تاني وجاب لك حرق يبقى الاصدار ده مش هينفع، بس التمديد ده بينفع على معظم النسخ. تمام، كريم واضح بينفع على معظم النسخ، بس في نسخ بيجيب لك حرق. تمام، قد الملف اهو، هناخد الكود دوت كوبي، والكود التاني دوت هناخده كوبي عشان ده الاساس اللي احنا هنشتغل عليه. تمام، دول خمس ملفات اللي احنا بعد ما نغير الكود هنرجع كل كود مكانه. تمام، خمس ملفات دول بس اللي احنا هنرجع مكانه. تمام، بعد كده عندك كلمه دي اي بي ده هناخده كوبي. تمام، كلاسز نيم دوت اللي احنا هنبحث عنه في كلاسز نيم. تمام، بعد كده هناخد اللي هو اللي يساوي ده هناخده كوبي برده، او مش لازمه ممكن عادي نكتبه. هناخد الكود اللي تحت الاخضر اللي تحت التاني ده ناخده كوبي عشان ده اللي هنستبدله باللي فوق، هنستبدله باللي فوق. تمام، كلمة نمبر فالميت ده هنبحث عنه في ملف الاسمايل عشان نحط الامر اللي معانا دوت هنحطه مكان الموجود جوه في الملف. تمام، بس كده احنا كده خدنا كل حاجه من الملفات، والخمس حاجات دول اللي احنا هنخلي كل حاجه مكانها. بعد كده اخش على النسخه بقى. تمام، واخش على ملف الكلاسز، بعد كده ادوس على كله، احدد الكل وادوس اوك. تمام كده، طيب بعد كده اخش على كلمه سيرش وادوس على كلمه ستارت. تمام كده، تمام، بعد كده هبحث عن الكود اللي احنا واخداه في الاول كوبي. طبعا هنبحث عنه في الاول كسمايل. تمام، اللي هو الكود بتاعنا الاول اللي هو 76 دوت هناخده هنحطه في البحث. تمام، هتلاقي بتاع حوالي 40 ملف اللي احنا المفروض نغيرهم، وفي خمس ملفات اساسيين مينفعش نغيرهم. تمام، ركز معايا. بعد كده نعمل كلمة ريبليس، انا هندوس عليها. تمام، وهنحط اللي تحت الكود اللي هو اللي اخره واحد واحد، الكود اللي اخره واحد واحد ده اللي هنحطه في الريبليس من تحت. تمام، زي ما انت شايف كده قدامك اهو، الكود اللي اخره واحد واحد ده اللي هنضيفه هنا. تمام، واللي فوق اللي هو كود 76. تمام، بعد ما تحمل معايا هنخش على خمس ملفات اللي احنا قلنا عليه اهو، اللي هو 0 اس 2 دوت هنخش عليه، والملف اللي تحتيه على طول ده برضو هنغيره. تمام، انا كاتب لك الخمس ملفات في الملف بتاعنا. تمام، هرجعه مكانه بالكود 76، هرجعه مكانه بالكود 76. ركز معايا عشان اي غلطه صغيره التمديد معانا هيبوظ. تمام، تمام، زي ما انت شايف كده اديني بغير كل كود برجعه مكانه بالكود بتاعنا الاصلي اللي هو اخره 76. تمام، طب ركز معايا عشان اي غلطه زي ما قلت لك. وانت بتتفرج عليا كده اعملي لايك كده واشتراك وكومنت حلو، وقول لي في كومنت انت عايز شرح ايه وانا انزله لك. تمام كده، طب الخمس ملفات اهو غيرنا منه حوالي 3. تمام، اهو ده كلمه واتساب اللي احنا برضه هنغيره. تمام، باسم الملف، سايب لك كل حاجه باسمها في الملف بتاعنا. تمام كده، طب ده ملف اللي هو ال او جي اللي هو لوج. تمام، وبكده بغيرنا خمس ملفات الاساسيين بتوعنا. تمام، خمس ملفات بس اللي احنا غيرناهم. تمام كده، بعد كده اخش على كلمه سيرش تاني وابحث عن كلمه دي اي بي اللي احنا قلنا عليه، بس هنغير كلمه سمايل وهنخليه كلاسز نيم، كلاسز نيم. تمام، هيطلع لي ملف واحد بس. تمام كده، اخش عليه زي ما انت شايف كده. تمام، بعد كده ادوس على الثلاث نقط اللي فوق على اليمين. تمام، بعد كده اختار كلمة سيرش او كلمة بحث على حسب اللغة اللي عندك ايه. تمام، بعد كده احط هنا كلمة علامة اليساوي احطها مرتين واعمل ادوس على كلمة نيكست. تمام، هيطلع لي الامر دوت، الامر ده هنشيله ونحط مكان الامر بتاعنا اللي احنا واخدينه كوبي. ده الامر اللي هنشيله ونحط الامر بتاعنا. تمام، او الامر بتاعنا اللي احنا هنحطه. تمام، اللي هو الامر دوت هنحطه ونضيفه. بعد كده هندوس على كلمة سيف. تمام، العلامة اللي فوق دي. بعد كده هرجع وابحث عن كلمة نمبر فورميت اللي انا قلت لك خدها كوبي لو انت حافظها. تمام، هكتبها. تمام، نمبر فورميت عشان نضيف الكود بتاعنا دوت. تمام، او ابحث عن نمبر فور. تمام، هي جات لي نمبر فورميت انا ابحث عنها في ملف اسمايل. تمام، بعد كده ادوس على كلمة اوك. تمام، هتلاقي لي بتاع حوالي اربع ملفات. عموما انت لازم تكون عارف شكل الملف اللي انت تخش عليه. اول ملف اللي هنخش عليه اول ملف. تمام، لازم تكون عارف شكله. هننزل تحت، اول كود هتلاقيه في وشك هو ده اللي هستبدله. اول كود اهو، ده اول كود شفناه ده اللي نستبدله بالكود اللي معانا. تمام، هدوس عليه كده واحدده كله. بعد كده اخش على اللي حافظه. تمام، وادوس على الكود من اللي معانا وكده احنا نزلناه. بعد كده اعمل سيف للكل. تمام، النسخه بتجمع معايا زي ما انت شايف اهو. تمام كده، يعني روق عليا كده بلايك، يعني روق عليا وشير، يعني لو انت اول ما تشوفني دوس اشتراك كده. تمام، بعد كده ادوس على كلمه اوك. تمام، طب علامه الزرع دي خلي بالك ان دي لازم تكون عندك متعلمه. تمام، لازم تكون عندك متعلمة. ماشي، بعد كده اخش اعمل تثبيت للنسخة. كلمة انسال اعمل عليها تثبيت. تمام، واسيبها تتثبت معايا بدون اي مشاكل زي ما انت شايف كده. تمام، وبعد ما تثبت معانا اوريك ان النسخة ما فيهاش اي مشاكل خالص. ماشي، النسخة ثبتت معايا وبعد كده ادوس اوبن. تمام،
وبعد ما النسخه تفتح معايا هوريك ان الرقم اللي احنا واخدين نجيبه في الاول هنحطه معانا هنا بنفس الرقم اللي جالي ان النسخه عايزه تحديث. تمام، عشان متقولش انت غيرت الرقم او بنفس الرقم اللي انا واخده كوبي. تمام، حتى لو عايز تراجع الفيديو من الاول ما فيش مشكله. تمام، اهو بعد كده ادوس نيكست. تمام، بعد كده هدوس على كلمه اوك. تمام، وهطلب ان الكود يجيلي، لو ادوس على ارسال كود. تمام، بعد كده ادوس على سند اس ام اس، وزي ما انت هتشوف دلوقتي قدامك ان النسخه مش هتدوت معايا تحديث. زي ما انت شايف اهو كود زمان اللي وصل للرقم اللي انا كتبته بالشكل عشوائي، وبكده تم تبديل النسخه. شكرا.